لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك، فإن ذلك مما يحق من وجود قدرك. لا تدهشك هذا نهي، هذا الفعل مجزوم. لا تدهشك واردات النعم فاعل، واردات النعم من إضافة الصفة للموصول، أي النعم الواردة. النعم الواردة الصادر والوارد، الوارد الذي يأتيك، الصادر الذاهب من عندك. واردات النعم، النعم الواردة لك من الله لا تدهشك وارداتها متابعتها، لأنها لا تحصى ولا تعد. لا تدهشك عن القيام بحقوقها، ترى أنك عاجزا عن شكرها، فتبقى ضعيفا تنظر، عاجز، تصاب بالإحباط. أنا تشوف أنت ما قادر تخلص، كل فيه ديون كثيرة مئات الملايين وهو ما عنده حتى عشان، وكيف يدير؟ ما عنده لا يستسلمنا للقضاء، ما عنده ما كان حيلة بعيدة باش يفكر باش يقضي هذه الديون الكثيرة، ما حتى التفكير يعجز. هذه مش حاجة قليلة، حاجة كبيرة. هكذا النعم كبيرة لا حد لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. النعمة قال لك مولانا، النعمة ما تحصيها، الواحد ما يتحصى. العدد يبدأ من 2 فما فوق، ما يبدأش العدد من 1. واحد ما يسمع عدد حتى يضاف له آخر فتقول 2 3 4. الواحد هو الأصل. ولهذا ما ذكروا مولانا فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى، ما الواحدة ما تحتاج للذكر. ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع. هذا العدد يقول لك ما يبدأ من الواحد، يبدأ من 2 فما فوق. فمولانا الواحد يقول انه لا يعد، فكيف هذا الواحد لا يعد؟ ان تعدوا نعمة الله، ما قال نعم الله، نعمة الله لا تحصوها. النعمة تحتها نعم، كل نعمة تحتها نعم لا تحصى. الطعام الذي تأكله يغذي جوارحك كلها، مش يغذي جارحة واحدة. والعين الذي ترى بها جميع الألوان، جميع الأشكال، ترى بها حاجة واحدة. واللسان يعبر بجميع الحروف، جميع الكلمات. صارت نعمة تحتها مئات النعم، فبذلك لا تحصى. فيقول الإنسان أنا عاجز عن شكر النعم، فلا فائدة في المحاولة. لا، هذا خطأ. ربنا سبحانه وتعالى أول شيء في القرآن الحمد لله رب العالمين. معنى هذا يقولوا الحمد لله، هذا حمد الله يستوي فيه العالم والجاهل والمثقف والأمي، كل واحد هذا يقول هذه الكلمة. مش واحد ما يفتخر على واحد يقول أنا أحمدت مولانا أكثر منك. يستوي جميع العباد يستوون في اعتراف بأن النعم كلها من الله، وذكر ذلك بالألسن الحمد لله. ولهذا الحمد لله ينقطع حتى يوم القيامة، حتى في الدار الآخرة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقالوا الحمد لله الذي ذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا أرضنا نتبوأ. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. هذا كله في الجنة. لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرها. فلا، ولا نغني عنا وعن شكرنا وعن حمدنا، وإنما يريد من عبده أن يخضع وأن يعترف بفضل الله عليه. الهدية على قدر مهديها، لا على قدر مهداته إليه. هدية على قدر مهديها، على حسب استطاعتك. يكفي أن تعترف بأن النعم كلها من الله، لا أنها من المخلوق، ولو كانت بواسطة. لا تنسى الموصول. إذا جاءتك نعمة على يد مخلوق
نعم تشكره لأنه وصل لك النعمة، ولكن مصدرها هو ربنا، فاعرف هذا بقلبك واذكره بلسانك، وقم بما يستوجب الأمر بما تستطيع. لقد آتينا داود وسليمان علما وقالوا الحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. كافي ملك خير كبير هذا، قال الحمد لله. ما يقدرش واحد يحمد مولانا على كل النعم، مستحيل، عاجز. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في ليلة الإسراء والمعراج: لا أحصي ثناء، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فأخص أعم النعم الذي يقدر عليه الإنسان قالوا أن يقول العبد الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، عدد خلقه كلهم ما علمت منه وما لم أعلم. هذا غاية الحمد، لأن قيل الحمد على النعم والحمد على الإطلاق. بعضهم يفضل الحمد على ذكر النعم، وبعضهم يفضل الحمد المطلق، لأنه يحمد الله كانت نعمة ولم تكن. فهذا جمعوا في حزب الفلاح بينهما: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره كبيرا. حمد مطلق وحمد مقيد، هكذا تحمد الله على الإطلاق. الحمد لله كفى المعقبات، هذه معقبات دائما نأتي بها بعد الصلوات. الحمد لله. وحمد على النعم كما تقول الطعام تقول الحمد لله، حتى قضاء الحاجة الحمد لله الذي رزقني لذته وأبعد عني مشقته وأبقى في جسمي قوته. عند الثوب تقول الحمد لله الذي كساني من هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة. عند شرب الماء الحمد لله الذي سقانا وآوانا وأطعمنا. وهكذا عند كل نعمة تحمد في نهايتها، تبتدئ بسم الله في أولها وتحمد في نهايتها. هذا حمد أهل الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض. وشك فيه الحمد لله وشك فيه الحمد لله كافي. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فتقدير التفية بالنعم بحمد النعم كلها لا تقدير. بعضهم بعث لسيدنا عمر بن عبد العزيز قال لنا في بلد فيها نعم كثيرة لا يعني خاف من ما يقدر أن يؤدي شكر هذه النعم. قال أظنك عالما في معنى ما قال له، أنا أحسب عندك علم بالله فأنت ضعيف، أنا ما هوش عند المستوى اللي كنت نحسبك فيه، كنت نحسبك فهم فأنت ضعيف الفهم ما فهمت. نقول الحمد لله تحمد الله استبطي طاعتك، تقارن نفسك بربك. يقول الهدهد عزم سيدنا سليمان مع جيشه وعرضه لعرضه وهذا العرضه كرمها لهم زرادة في البحر وقال من فاته اللحم فعليه بالبرق. صيد جرادة ورماها في البحر قال لهم لفتوا اللحم عليه بالبرق، البرق ما تقدروا تكملوا. هكذا العبد العجز عن الإدراك إدراك، كي تعجز عن الحمد هذا هو حصل الحمد، ويكفيك أن تقول الحمد لله. هذا تنبيه من ربنا سبحانه وتعالى لنا بأن واحد ما يتكلم ما فيش تكلف الحمد لله، مثقف ولا أمي ولا كلنا نقدر على هذه اللفظة الحمد لله.
فيستوي فيها كل واحد في الدنيا والآخرة. الحمد لا ينقطع، كل العبادات تنقطع، الآخرة ما فيها صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا شيء، ولكن الحمد ما ينقطع، هي العبادة مستمرة من الدنيا إلى الآخرة. الحمد أوله اعتراف بأن النعم من الله، وإذا كان اعتراف منها من الله ما نطلبها من المخلوقات ونديروا المظاهرات، أعطونا وديروا لنا وغفروا لنا وراكم تغلوا علينا، دي آيات، كلام لا معنى له. تعبد العباد وتعبد رب العباد، إذا كان تعبد رب العباد وتعلم أن كل شيء منه علاقتك به لا عبيدي. كان واحد عنده خدامة، واحد صاحب مال وعنده عمال، تلومهم هم لما أعطوك ولا تلومهمش، لا أعطوك ولا منعوك. اللي معطي صاحب الشيء، هو اللي يعطيه هو يمنع. الدنيا كلها ملك لله، هو المعطي هو المانع، الاسماء المانع المعطي البانع، الضار النافع. هذه اسماء التخلق باسماء الله، تعرف معانيها لا تذكرها بلا معنى. من احصاها دخل الجنة، مش احصاها يلفظها يتلفظ بها كما بلا معنى، احصاها يتغذى بمعانيها. هناك يكون موحدا حقا، اعترافك بالنعم بأنها من الله يكفي في الحال في الثناء باللسان بالقلب. هذه مهمة القلب، اعترافك أولا بأن كل نعمة بالنص القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، حصر كل نعمة ظاهرة وباطنة، صغيرة وكبيرة، مادية ومعنوية، كلها من الله. قلبك يعترف عندما تتناول النعم، يذكر قلبك من هذه النعم من أين وصلتك. ما تكونش غافل تلذذ وتمتع بنعم الله وانت في غفلة عن ربك، لا يليق، ولا تكن من الغافلين. يلزم عند تناول النعم يعني تذكر مباشرة من أرسل بهذه النعمة لك، هذا هو الارتباط بالله، وتذكر ذلك بلسانك بأن تقول الحمد لله، وتذكر غيرك أن تردهم إلى ربهم وتقول لهم هذه كلها من الله. كذلك حتى الصبي تعلمه وتعلمه التوحيد، هكذا تعلمه، تغرس فيه التوحيد من البداية. ولا ولدي منين جات هذه؟ يقول لك من السوق، السوق شكون جابها لي؟ جابها لي الفلاح، والفلاح منين جابها؟ أعطاها لي ربي. وكل حاجة نسبها لله، منين جاتنا هذه ومن أشكر أعطانا هذه، كل حاجة اليوم وغدا وبعدها يكبر موحد مرتبط بالله تماما. لكن كانت هذه المعاني، لكن كان هناك من يفعل هذا ما كان، غفلة تامة، لا أحد يذكره، حتى الحمد لله في نهاية الشيء وحتى من يذكرها لا يعرف، يقولون أقوالا ولا يعرفونها، إذا قيلها تحققوا لم يحققوا، ما يقولش الحمد لله إلا تقليديا، تقليد فقط، ليس عن اعتراف باش تخرج من القلب. الكلام إذا خرج من القلب لا يستقر إلا في القلب، وإذا خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، وتكون من القلب تذكر الناس الحمد لله، ويذكرها الناس بعدت عن الفهم حتى تذكر الحمد لله وما لا يعرف لها معنى إلا معنى إجمالي ربما. فهذا تنبيه على أن هذه النعمة وصلت لنا من ربنا، ما كان لو ما نعم علينا بها ما كانت. وهذا مرتبط بالحكمة قبل هذا التي قالها لم يشكر النعمة بقدر وجدان، من لم يعرف النعمة بقدر وجدانها عرفها بوجود فقدانها. هذه النعم يلزمه أن يشكر العبد عليها ولا يقدر أن يشكره. هو نبهك على أنك لا تترك الشكر لأنك عجزت عنه، كما مثلنا تشوف نفسك عاجز عن الشكر الكامل، ترك نهائيا، لا، ما لا يدرك كله لا يترك جله.
اشكر ما استطعت واذكر ما استطعت، والله غير محتاج لهذا، وإنما يريد منك أن تعترف بها. أنت اعترفت وفعلت ما في إمكانك، هو وعدك بالخير، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، عرضك على هذا الخير القليل يعطيك الخير الجزاء الكثير، لا تدري ما يعطيك. لو كان كشف لنا مولانا الحجاب وأرانا ما يعطينا عن العبادات إذا كانت بصدق وإخلاص لا لتفانينا فيها، ولكن ترك الله هذا الأمر محجوبا عنا، ما تعرف أضرار المعاصي ولا بركات الطاعات خلاها، ولكن ذكر لذلك نصوصا، فمن تتبع النصوص واعترف بها وعمل عليها النجاح، ومن يريد أن يرى هذا حقيقة لا يراه حقيقة إلا نادرا. الدنيا التي رأوا نعمها ومتاعها ولذتها يطلبونها بتفاني، والآخرة قليل من يطلبها بتفاني، أما هي أعلى بكثير من الدنيا، ولذتها أعلى بكثير من لذة متاع الدنيا.